شعرها مر عليه آلاف السنين ولسه زي ما هو تقيل وناعم. لو في ملكة عبر التاريخ قدرت تخطف قلوب العالم كله من صورة واحدة فهي الملكة تي، الست اللي لما ظهر وشها وشعرها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة الدنيا كلها اتقلبت. الناس سابت الذهب والتوابيت والأجواء الفرعونية وركزت على شعر الملكة تي، شعر طويل تقيل ولسه زي ما هو لحد دلوقتي من آلاف السنين. هنا السؤال اللي قلب السوشيال ميديا كله، هي الست دي كانت بتستخدم ايه؟ ايه السر؟ وازاي شعرها لسه محافظ على شكله كده؟ خليني احكي لكم الحكايه من الاول. في سنة 1898 عالم اسمه فيكتور لوريه كان شغال في مقبرة الملكة أمنحتب الثاني في وادي الملوك، المقبرة الشهيرة بكي في 35. لوريه وهو بيألف في الغرف الجانبية لقى 3 مومياوات، واحدة منهم كانت ست محترمة في شكلها وليها هيبة سماها السيدة الكبيرة، ومعها واحدة كمان اتسمت السيدة الصغيرة. من هنا بدأ اللغز، مين السيدة الكبيرة؟ هل دي فعلا الملكة تي أم الملك إخناتون وجدة الملك توت عنخ آمون؟ العلماء اتقسموا، ناس قالت دي هي وناس قالت لا. في علماء زي إيدان دوتسون وديان هيلتون قالوا استحالة تكون هي الملكة تي. في المقابل كان في إشارات قوية، أهمها إن في مقبرة حفيدها توت عنخ آمون لقوا توابيت مصغرة عليها اسمها، حاجة كده زي تذكار من حفيد لجدته اللي كان بيحبها. اللغز ده فضل معلق لحد ما جه الراجل اللي بيقفل أي باب غامض في التاريخ الفرعوني، هو الدكتور زاهي حواس. تحت إشرافه اتعملت دراسة بالأشعة المقطعية على الموميا، والنتيجة كانت صدمة لكتير من العلماء. السيدة الكبيرة هي الملكة تي فعلا، طلعت بنت يويا وتويا أم الملك إخناتون وجدة توت، وكل حاجة ركبت فوق بعضها. بس هنا بقى نرجع لموضوع الشعر اللي عامل دوشة في العالم. زاهي حواس بنفسه قال إن السبب اللي خلى شعرها يفضل بالمظهر ده إن المصري القديم كان بيعمل عمليات ثابتة للشعر، كانوا بيثبتوه عشان يروح معاها للعالم الآخر بنفس الشكل، وكمان كان عندها تجميل للجلد عشان يبقى نضر وجميل في الحياة التانية. لكن الملكة تي كان عندها خلطة خاصة، وصفة فرعونية كانت تستخدمها قبل ما تموت بقرون، وعلماء الآثار قدروا يعرفوا مكوناتها لما لقوا آثار للدهون والزيوت على الشعر. والصدمة، الخلطة كلها طبيعية 100%، ومكوناتها لحد النهاردة موجودة في أي بيت مصري. الخلطة كانت بتتكون من دهن البقر، وده كان أساس التنعيم والترطيب عند الفراعنة، زيت الخروع ملك تطويل الشعر من زمان مش دلوقتي بس، والصنوبر كان بيستخرجوا منه زيت ليه ريحة قوية وفوائد للشعر. المزيج ده كله كان بيتعمل ويتخزن وبيتحط على شعرها بانتظام، والنتيجة طبعا شعر بيعيش لآلاف السنين حرفيا. تخيل معايا ان خلطة معمولة من 3 حاجات بس تسيب أثرها بعد 3500 سنة، ما بالك بقى لو حد استخدمها دلوقتي. النهارده ستات كتير بيجربوا خلطات غالية وبدون فايدة، وسر الملكة تي كان قدامنا، بسيط طبيعي وفعال. وهنا نرجع للسؤال اللي مفيش ست في مصر ما سألتهوش، ممكن استخدم الخلطة دي؟ الإجابة طبعا، بس لازم تتعامل صح، لأنه رغم بساطتها المكونات دي تقيلة، لازم تتحط بكميات مظبوطة وتتغسل كويس. وده اللي خلى شعر الملكة تي يبقى أسطورة، مش بس خلطة، لكن طريقة حياة، عناية، اهتمام، وثقافة جمال كانت سابقة عصرها. باختصار الملكة تي ما كانتش بس رمز ملكي، دي كانت أيقونة جمال، وسر شعرها بقى مثال حي إن الجمال الطبيعي عمره أطول من أي حاجة.